لو قلت لك إن الفيروس المنتشر اليومين دول مش مجرد دور برد وإن أغلب الناس بتتعامل مع غلط وبتاخد أدوية ممكن تضرها، هتصدق؟ في دقيقة واحدة هتعرف الحقيقة وإزاي تحمي نفسك قبل ما يجيلك. إحنا في موسم شتاء ومعاه موجة قوية من الفيروسات التنفسية اللي مسببة دور برد وإنفلونزا عند ناس كتير. طب إيه الفيروس ده بالظبط؟ ده فيروس تنفسي، مش فيروس جديد ولا حاجة، لكنه منتشر بقوة. أغلب الحالات سببها فيروس الإنفلونزا، فيروس البرد العادي اللي هو الراينو فيروس، أو كورونا في بعض الناس، وكلها فيروسات مش بكتيريا. الفيروس ده بيتنقل من الرذاذ اللي بيطلع من الشخص المصاب وهو بيكح أو يعطس، والملامسة تلمس سطح عليه الفيروس وبعدين تلمس وشك، والأماكن المقفولة والزحمة دي بتزود فرصة العدوى جدا. أعراضه بتبدأ غالبا بعد يومين من العدوى، بتلاقي سخونية عالية واحتقان في الزور وكحة ورشح، وتلاقي صداع وتكسير في الجسم، وفقدان شهية وإرهاق شديد، وبعض الحالات بتشتكي من دوخة أو وجع تحت العينين. أكتر غلطة ناس بتعملها إنها أول ما تحس بأعراض تروح تاخد مضاد حيوي على طول، وده غلط كبير لأن المضاد الحيوي بيقتل بكتيريا بس، لكن اللي عندك دلوقتي فيروس. المضاد الحيوي مش هيعالجك، ده ممكن يضعف مناعتك ويعمل مقاومة للمضادات الحيوية. العلاج الصح حاجتين: أدوية للأعراض، حاجة تنزل الحرارة، وحاجة للرشح والاحتقان، وحاجة للكحة حسب نوعها. وكمان نقوي الجهاز المناعي من إحنا نرتاح كويس، نشرب سوائل كتير، ناخد فيتامين سي وزنك لو الدكتور شاف إنك محتاجهم، واكل كويس ونوم كفاية. كل ده بيساعد جسمك يحارب الفيروس من غير ما تستعمل مضاد حيوي ملوش لازمة. طيب امتى اروح للدكتور؟ لو الحرارة عالية لمدة 3 ايام، او في ضيق في التنفس، او الكحة زادت جامد. اللي بيحصل لك دلوقتي اسمه دور فيروسي، مش محتاج مضاد حيوي، محتاج وعي، ساعد غيرك وفهمه الصح، لان الجهل بالادوية ممكن يعمل ضرر كبير. وما تنساش لايك وفولو وشير عشان توصل المعلومة للناس، وخليك فاكر معلومة طبية واحدة ممكن تنقذ حياتك. والسلام عليكم.